من المؤسف أن يصبح ناقل الخبر هو الخبر. الآن من مدينة إدلب وقفة تضامنية تنديدا بما يقوم به الاحتلال الصهيوني من استهداف الصحفيين. 273 صحفي تم قتله بكل دم بارد من قبل الاحتلال الصهيوني. هذا الاحتلال يلي بيشجع على القتل ويلي بينصر المجرمين في كل زمان ومكان. الآن وقفة احتجاجية ضد هؤلاء وبما يقومون به من سياسة القتل الجماعية بحق أهلنا في غزة. الآن هذه الوقفة هي تنديدا بما يقوم به الاحتلال الصهيوني لأهلنا الموجودون في غزة وتحديدا الصحفيين، وتنديدا بما يقومون به وما قاموا به ليلة أمس باستهداف فريق الصحفيين التابع للجزيرة، ومنهم أنس الشريف الذي قال: لن أنحاز من غزة إلا إلى الجنة. نعم، قالها وفعلها، قالها ونالها. حقيقة الصحافة ليست جريمة يعاقب عليها القانون ليأتي الاحتلال الصهيوني ويستهدف كل من ينطق بكلمة الحق، وهو الانتقام من أهلنا في غزة ولكتم أفواههم وما يحدث بهم داخل مدينة غزة.